اهلا بيكم في قناتنا مطبخ فراولة. لو بتحبي الحاجات البيت اللي بتتعمل بحب يبقى الفيديو ده ليكي. النهارده هنعمل مع بعض القرص الطريه الفلاحي اللي ريحتها بتملى البيت وبتفكرنا بايام زمان وطعمها اللي بيجمع العيله كلها حواليها. هنشوف مع بعض خطوه بخطوه ازاي نعملها بطريقه سهله ومكونات بسيطه وهنطلعها طريه جدا من جوه ووشها ذهبي وناعم من بره. يلا بينا نبدا، بس اذا كنتم اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف مكوناتنا البسيطة. معانا أول مكون نص كوباية من الحليب، ولازم هنا نص كوباية الحليب دي تبقى دافية علشان هحط فيها الخميرة بتاعتي تتفاعل. معانا كمان نص كوباية من الحليب البودر، ودي ممكن تستغني عنها بس أنا بحبها جدا، بتخلي لي القرص قوام حلو. معانا كمان مع كوباية من السمن والزيت مع بعض، نصها سمنة أو نصها زيت زي ما تحبي. معانا كمان مج كبير جدا، يعني بيشيل نص كيلو تقريبا من اللبن الرايب ده للعجن. معانا باكو خميرة فورية، معلقة بيكنج باودر، ومعلقة من الخل الأبيض. تعالوا نشوف هنعمل ايه. كمان كيلو من الدقيق، يعني دي مكونات لكيلو الدقيق. في أول حاجة هنعملها هنجيب كوباية اللبن الحليب، هنحط عليها معلقة من السكر وهي دافية، طبعا الحليب قلنا انه دافي. هنزل باكو الخميرة بتاعي وهقلبه كويس جدا واسيبه على جنب واغطيه يتفاعل ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده الخميرة بتاعتي جميلة وجاهزة وناجحة جدا ومعانا كيلو من الدقيق، ودي مكونات كيلو دقيق. بنحط اول حاجة بننزل باللبن البودر، وبعدها على طول بنحط البيكنج باودر، دي المكونات الجافة معانا. هنقلب المكونات دي بقى مع بعض، وبعدين نعمل حفرة كده في النص هننزل فيها بالخميرة اللي اتفعلت معانا، هننزل بيها في النص. وبعدين هننزل بقى بمعلقة الخل الأبيض، وده بيفرق طبعا في هشاشة العجين. وهنقلب بقى المكونات دي مع بعض بإيدينا كده تقليبة خفيفة، نديها تقليبة خفيفة زي ما احنا شايفين كده. هحاول ان انا اخلط كل المكونات مع بعض، وبعدين هنزل بقى بالمكون التالت اللي هو السمن. وانا هنا زي ما قلت نص كوباية الزيت، نص الكوباية زيت ونص الكوباية سمن، وانت براحتك برضو حابة تعملي نص، حابة تعملي الكوباية كلها سمن تمام، كلها زيت تمام، بس السمن مع الزيت بيدي احلى نتيجة. هنزل بالسمنة، السمنة والزيت، وادي عجنة حلوة جدا. احاول بقى ان انا الفقرة دي ان انا اوزع السمن بتاعي كله او السمن والزيت بتاعي كله على الدقيق، يعني مش هسيب اي حتة فيها دقيق بس من غير سمن. اكني بالظبط بعمل كحك، ببست الكحك. كل كمية الدقيق هتتشرب كلها سمن. احاول ان انا اشرب كل الكمية السمن، هتبقى معايا زي رمل البحر كده، يعني شايفين شكلها عامل زي رمل البحر بالظبط. كل الدقيق معايا شرب سمن زي ما انتوا شايفين كده، شايفين رمل البحر بالظبط. هنا بقى تمام، الدنيا كلها اتشربت سمن. هنزل بقى باللبن الرايب بتاعي. زي ما قلت المج اللي معايا ده عبارة عن نص كيلو من الرايب، هنزل بنصه واعجن، وبعدين هنزل بنصه التاني على حسب ما تحتاج العجينة. انا هنا مستخدمة نص كيلو من الرايب، طبعا انتي على حسب الدقيق اللي هتستخدميه بيحتاج رايب اكتر او مادة سايلة اكتر. بنزل هنا بالنص التاني او الربع، ربع الكيلو يعتبر، لانه المج زي ما قلنا نص كيلو. انا كده نزلت بالنص كيلو كله. ممكن تستخدمي اكتر، ممكن تستخدمي اقل، على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، بتفرق جدا في العجن وفي المادة السائلة اللي انت بتستخدميها. انا عجنت كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده، وصلت العجينة المرحلة جميلة قوي وطرية قوي زي السلايم كده، طرية وملمسها طري جدا. شايفين عاملة ازاي في ايدي، يعني جميلة. دي عجينة ناجحة، هي بس محتاجة ان هي تختمر، هسيبها تختمر شوية. شايفين عاملة ازاي، جميلة قوي، ملمسها طري جدا. لما توصلوا للمرحلة دي يبقى عجينتك كده نجحت. شايفين بتعمل ايه، طرية جدا، شايفين بتنزل ازاي، مش مستحملة. اتخدمت كويس في العجين، يعني حاولي بقى ما تستخسريش صحتك واعجني بقى كويس. تاخد عجن كويس جدا، هتشوفي احلى نتيجة. لو عندك عجان طبعا يفضل.
انا هنا بقى سبتها تختمر تقريبا ساعة، بس مش اكتر من ساعة نسيبها. وبصوا الحجم بتاعها تضاعف، اللي مش عايزة اقول لكم على هشاشتها عاملة ازاي، هش جدا جدا. هبتدي بقى اخد قطعة قطعة واكورها زي ما انتم شايفين كده واشكلها. انا بعملها حجم صغير لان هي بتزيد بتتضاعف حجمها في الفرن، بتختمر كويس. بعمل بقى احاول ان انا اعمل كل الحجم قد بعضه. يعني طبيعة ال القرص دي ما بتبقاش عالية، بتبقى واطية. يعني مش دي القرص اللي بنعمل بيها مثلا الفايش، دي حاجة ودي حاجة. القرص الطرية لازم بتبقى صغيرة شوية، هش كمان وطرية، وفي نفس الوقت مش عالية، بتبقى صغيرة حجمها اصغر من القرص التانية. الحجم بقى نحاول ان هو يبقى قد بعضه، ما يبقاش عالي. انا شوف شايفين سمكها عامل ازاي. عايزه اقولك لو حابه تطعميها بحاجه زي الشمر واليانسون، ممكن تطحني معلقه شمر ومعلقه يانسون وتحطهم في العجينه مع العجينه، لو حابه يكون ليها ريحه كمان مفحفحه في البيت. انا اخر مره عملتها بالشمر واليانسون، علشان كده المره دي ما عملتهاش بالشمر واليانسون وقلت اعملها ساده تغيير. هنا بقى كملت كل الكميه زي ما انتم شايفين كده. اول صاج هيطلع معايا كمية حلوة جدا جدا. يعني عايزة اقولك كيلو الدقيق طلع معايا تقريبا 28 ل30 قرصة، 28 قرصة تقريبا بالظبط. انت متخيلة بقى لما تشتري العدد ده من فرن هيعمل قد ايه؟ الحاجات دي سعرها غلي. بشجعك فعلا تعمليها لولادك في البيت، تعمليها لهم بحب. بيحبوها جدا في الفطار في العشاء بين الوجبات. جميلة جدا بالجبنة بالمربى، لذيذة قوي قوي قوي. يعني مش عايزة اقولك طعمها وريحتها كانت عاملة ازاي في البيت. هنيجي بقى بعد ما خلصنا الكمية كلها بشوية لبن هندهن الوش بالفرشة، وبعدين هنرش شوية سمسم. ولو عندك كمان حبة البركة هتبقى لذيذة قوي قوي، لو عندك حبة البركة على الوش برضو. هنا خلصت كل الكمية زي ما احنا شايفين. هسيبها بقى ترتاح ربع ساعة بالظبط في الصاجون او في الصواني، وبعدين هدخلها الفرن. هدخلها بقى، ركزي معايا في قصة الفرن دي. لو انت الفرن عندك فيه مروحة من جوه، يبقى دخليها على درجة حرارة من 160 ل 170. لو ما عندكيش مروحة من جوه زي اللي انتوا شايفينها في الوش دي، يبقى هتدخليه على درجة 180، وبعد ما يستوي بتفتحي عليه الشواية، بياخد لون ذهبي جميل. هنا بقى قفلت عليه خلاص وابتدى يختمر في الفرن، وشكله جميل قوي قوي من بره. طلعت معانا بقى بلون جميل. انا شغلت طبعا المروحة اللي جوه بتوزع اللون، بتوزع الحرارة فبتديني لون ذهبي حلو. طبعا انت لو ما عندكيش المروحة زي ما انا قلت هتعمليه على درجة حرارة 180، وبعدين تدخليه تحت الشواية ياخد لون حلو زي اللي انتوا شايفينه ده، لون ذهبي. بس انا عندي في الفرن المروحة بتوزع الحرارة فبتدي اللون الذهبي من كل ناحية او من كل حتة في القرصة، ومستوية حلوة جدا من تحت. عايزة اقولك طعمها وريحتها جميلة. اشجعك جدا تعمليها بكل حب لولادك. خديها معاكي الشغل، ولادك ياخدوها معاهم النادي، ياخدوها معاهم التدريبات في الصيف. جميلة جدا وبتسد الجوع ولذيذة قوي قوي قوي. تعالوا نشوف بقى عاملة ازاي من جوه. شايفين جمالها؟ شايفين التسوية على الشعراية، واخدة اللون ذهبي جميل، قلبها هش وطري جدا. شايفين الطراوة عاملة ازاي؟ لذيذة، ريحتها جميلة، مفحفحة، قوامها جميل، تسويتها جميلة. حقيقي اجمل واطعم كتير من الجاهز بتاع الافران. لو جربتوها شاركوني رايكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير. ولو وصلتم لغايه هنا احب اقول لكم شكرا ليكم واللي متابعتكم. اشوفكم في وصفات اجمل واجمل في مطبخ فراوله.